اليوم أنا بدي أحكي لكم عن حقيقة كل الناس اللي بأوروبا بتعرفها. ما في واحد عايش بأوروبا إلا ما بيعرفها، اللي هي كل الأوروبيين اللي بيشتغلوا بالقرآن سواء بيعرفوا أو ما بيعرفوا، كلهم بيشتغلوا بالقرآن الكريم سواء عرفوا أو ما بيعرفوا، وبيتبعوا التعليمات كأنهم هن المسلمين. كيف؟ يعني على سبيل المثال أنا راح أجيب لك مثال. أنا بعرف هون بالدولة النرويجية بياكلوا بالنهار 5 وجبات، وهي الآية الكريمة اللي بتقول يا ابن آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، يعني التوقيت على الصلوات، يعني كلوا كل وجبة خفيفة عند كل صلاة. هي أقرب مثال. المثال الثاني اللي بدي أقول لكم إياه، العلماء الطب، علماء الكيمياء، الفيزياء، كل العلماء اللي موجودين بأوروبا كلهم عم يشتغلوا مشان يخدموا الإنسان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني هذا الإنسان اللي عم يطور الحياة مشان يريح إنسان ويسعد إنسان، على سبيل المثال المرضى، إن كانت مثل ما بيقولوا البندوزرات، إن كانت الطيارات، إن كانت كل هالأمور هي، مو مشان خدمة الإنسان. على صعيد المجتمع، الآية الكريمة اللي بتقول وما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما في مواضيع تانية اللي بنحكي فيها، ما في دولة بالعالم إلا ما بتعاقب السارق، ما بتعاقب السكران، ما بتعاقب في كذا كذا. كل أغلبية الدولات، كل دولة فيها برلمانات بتطلع قوانين مشان تنظم حياة الناس، وكل البشرية بتعمل بهذا القرآن. وجعلناه هدى للناس. طبعا يعني بمعنى المختصر المفيد، العقائد الموجودة بكثرة هي يعني مثل ما بيقولوا تصدرت وأعطت صورة عنا، صورة سيئة، وخصوصا ببعض المعتقدات اللي انتم بتعرفوها. يعني بالمختصر المجتمع الأوروبي ما راح يميز بين عقيدة وعقيدة أخرى، فبيقول لك هذا مسلم، فبيشوف كثرة هالشغلات هي يعني انت ما تلوم بعض الناس اللي بتطلع بتساوي بتعمل، لان الله اعلم اني عقيده واقعه بايده وعم يقراها. يعني مثال، اذا انا جبت لك عقيده وقلت لك عن فلان ابن فلان ابن فلانه مثلا، طب تجرعت امها بتطلع البنت لامها، فهل من المعقول انت تقول لي هذا الكلام منطقي او لا؟ في كثير هيك، يعني في شغلات نحن لازم نصححها، ولازم يعني مثل ما بيقولوا حاجة كفانا. نحن ما راح نقول انه بالمجتمع الاوروبي انه كله صالح، لا، بس ولكن في نسبة اكبر من نسبة. يعني في عندك مثلا 70% 80% وما تبقى، يعني في نسب. خذوا الخير وكبوا الشر، وخذوا المنطق وكبوا الغير منطقي، بكل بساطة. شكرا لكم.